الطريفي وعبد العزيز الطريفي وذكر من السرورية والإخوان والتكفيريين. التكفير الكبير اللي اسمه الطريفي اغتر بالطريفي لأجل حفظه الغرب. لا يلتفت إلى هذه الأشياء، ولكن هذه الصفحات ستفتح في يوم من الأيام. التاريخ يدونها، ولكنه لا يستطيع أن ينشر الصحيفة، لأنه لا ينشر الصحائف الآن إلا الأقوى، ولكنها محفوظة عند الله، ستدون وتبقى وستقرأ كما قرئ غيرها. فنقول إن من يقول أن التاريخ يكتبه الأقوى هذه قاعدة غير صحيحة. فكم من الأمم التي كانت ضعيفة دون التاريخ على خلاف ما يريده الأقوياء، لأن الله عز وجل يحفظ في ذلك حق المظلوم، ولو كان بعد قرون مديدة لا بد أن يظهر للناس. يلم المحدث الكبير يحفظ الكتب الستة. التكفير الكبير اللي اسمه الطريفي، العزيز الطريفي، وده كان سبب في ضلال كثير من الشباب وذهابهم للقاعدة وللجهاد والتنظيم. الجهاد والتنظيمات الإرهابية، وكان سبب مباشر في فعل التفجيرات والعمليات التفجيرية والسيارات المفخخة إلى آخره. سبب مباشر في فعل التفجيرات والعمليات التفجيرية والسيارات المفخخة إلى آخره. اغتر بالطريفي لأجل حفظه يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام، فاعلم أنه منحرف. ينتقدون حتى الحكام، حتى العلماء. أنتم تنتقدون حتى الحكام. فالشيخ محمد الرسلان ولا غيره أهل السنة لا ينبغي التصدي له. وتأمل في أحوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر. الشعب القطري شعب طيب، وأما هذه القيادة العفنة فليس وراءها إلا مصر. ليس لها عدو على ظهر الأرض سوى مصر، سوى المصريين. لماذا؟ لأنه عميل قذر وابن عميل. وكذلك ذلك الأحمق الذي على رأس الحكم وسدته في تركيا اليوم. فالشيخ محمد الرسلان ولا غيره أهل السنة لا ينبغي التصدي له. والشيخ ربيع عرفناه بالعلم، عالم، وعرفناه بالغيرة على التوحيد والسنة. بارك الله فيكم. كل حكام بلاد الإسلام الآن إما رافضي، إما باطني، إما علماني، كلهم لا عقيدة ولا شريعة. أنتم تنتقدون حتى الحكام. إن الفتن إذا ظهرت فلنعلم أن ثمة أمرين. الأمر الأول إما عدم وجود علماء يستحقوا وصف العلم وتجردوا لله عز وجل. الأمر الثاني يوجد علماء صوروا بأنه علماء ولكن بالحقيقة أنهم ليسوا بعلماء. قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة حتى إذا تركت قالوا تركت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. هذه الأسباب التي ذكرها عبد الله بن مسعود الموجودة في الزمن المتأخر وموجودة متأكدة في زماننا، وذلك أنه ليس كل من أجاد الحرف أو أجاد مثلا التدوين وأجاد الكتابة أو نطق منطق أهل العلم أنه يكون عالما. فلا بد أن ينظر إلى العلم الحقيقي الذي أمر الله عز وجل به، العلم الخشية، وهو الامتثال لأمر الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنتم تنتقدون حتى الحكام. التنظيم الخاص جمال عبد الناصر المجرم مفسد سفاك عليه من الله ما يستحق. لا ولي الأمر تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون، لأن مطلوب منك شرعا تؤلف الناس على ولي الأمر، لا تهيج الناس على ولي الأمر، مع إنكار ماذا؟ المنكر بدون ماذا؟ بدون تسميته، لا تصريحا ولا تعريضا. لا تصريحا ولا تعريضا. عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم
إن كثيرا من الناس يرون أن المنكر إذا كان يصدر من الحاكم أن إنكاره للناس أنه لا يجوز وإنما يكون بينه وبين الحاكم. نقول هذا من الأمور الخاطئة جدا، من الأمور الخاطئة. الشريعة لم تغلق هذا الباب، نعم شجعت على بيان الحق بين يدي الحاكم وأيدته، ولكنها لم تعطل الأمر الآخر فيما يتعلق بإنكار المنكر العام الذي يظهر منه تبديل للأمة، ولو احتاج العالم في ذلك لربط الحاكم بفعله أو ربط المنكر بمن فعله ولو كان حاكما، إذا كان ذلك من أمور الإصلاح. وذلك أن بعض الناس يدمج بين الأمرين، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي للحاكم صلة فيه مباشرة أو غير مباشرة، أنه يربطه بمسألة الخروج أو الافتئات أو الفتنة، وهذا من الأمور القاصرة. وهؤلاء على نوعين الذين يفهمون هذا الفهم، إما أصحاب فسق وفجور في هذا، أو أصحاب رأي خاطئ في ذلك، ويسميهم العلماء كما تقدم معنا بالمرجئة، وقد سماهم في ذلك جماعة من العلماء كابن تيمية وكذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية. أنتم تنتقدون حتى الحكام. رئيسنا عمر حسن أحمد البشير حفظه الله ورعاه اتبرى من التنظيم العالمي بتاع الأخوان المسلمين لغاية الجريمة. رئيس البشير ذاته أكبر كوز ماشي على البرعي في الزريبة بتاعته، وأجل فاتح البرعي رقص هو البشير سوا الرئيس، وده ما عنده علاقة بذكر الله ولا عنده علاقة بالإسلام أبدا. الرئيس بتاع الصوفية اللي بيسموه ذكر. مرة تلقاهم يكفروا الحاكم، مرة تلقاهم أصدقاء لنفس الحاكم الكفروه إذا اختطت المصلحة ذلك. أنتم تنتقدون حتى الحكام من السرورية والإخوان والتكفيريين. لمنهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، وأكثر من اغتر به هؤلاء الشباب أنهم مخطئون، لكن اعلموا يا إخوان أن الحفظ خوان. فإذا كان الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد اللي يحفظ مليون حديث، يقول علي المديني إمام العلل: قد أمرني سيدي أي الإمام أحمد ألا أحدث إلا من كتاب، لأن الحفظ ماذا؟ لأن الحفظ خوان، هذا في حق الأئمة الحفاظ الأولين. من اغتر بالطريف لأجل حفظه. ما حكم ذهاب بعض المشايخ والدعاة لإلقاء المحاضرات في ديوانيات ومخيمات أصحاب المناهج المخالفة للمنهج السلفي؟ المعلوم عن السلف التحذير من مجالسة أهل البدع، بل كانوا ينهون أن تسمع من مبتدع آية من القرآن، يقولون: فإنك لا تدري كيف يدخلها، لا تدري كيف يصطاد بها وكيف يكون أثرها. فالأصل المتقرر عند السلف مفارقة أهل البدع وعدم السماع منهم وعدم مجالستهم. والتحذير من هذا عن السلف كثير جدا، ولا يجوز أن يكثر السلفي سواد أهل البدع، ولا يجوز أن يدعو إليهم، ولا أن يحسنهم للناس ويزينهم للناس، لأنك إذا ذهبت إليهم زينتهم للناس. وهذا الذي يحصل، يقول لك: لو كان فيهم شيء ما ذهب إليهم سليمان مثلا. العالم عامة إلى آخره أو عالم أمة، ما رأيكم في التقسيم؟ هذه التقسيمات من جهة الواقع صحيحة، يعني من جهة الواقع، والنصوص قد دلت عليها في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى، وإن لم يأتي مثلا في بعض النصوص بعض أمثال هذه التفاصيل. هذا التقسيم صحيح. هناك من هو عالم سلطان. عالم سلطان هو الذي ينظر إلى أمور السلطان فيقوم مثلا بتقريرها، وحتى لو كانت حق وتقريرها حق، ولكن بمجرد الانشغال بتقرير هذه الأشياء والسكوت عند المخالفة، هذا الأمر يدخل الإنسان داخل هذه الدائرة. وذلك الذين مثلا لا يفتي إلا إذا طلب منه الفتوى، فلا يتعرض مثلا لجانب يخالف مثلا ما لا يطلب منه أو ما طلب منه فوجد أن الحق في خلافه. حتى منهم مثلا إذا طلب منه المخالفة الشريعة شر أولئك الذي يصرح حتى بمخالفة الشريعة ويحاول يتعسف بإرادة الأدلة.
وخير أولئك من هذه الدائرة الذي إذا أمر بمخالفة الشريعة سكت وما أقر بمخالفة الشريعة، ورأى الناس يخالفون الشريعة فسكتوا، فكان أمره في كحل الكتمان. وهذا هو التلبيس الذي نهى الله عز وجل عنه، ووقع فيه مثلا بنو إسرائيل كما في قول الله عز وجل: سماعون